بغيت نعرف كيفاش الشعب ديالنا باقي ساكت، والجهات المعنيه والمسؤوله باقا ساكته على الظلم، والجمعيات كذلك اللي باقين ساكتين على الظلم ديال الوليدات ديالنا اللي في سبته، اللي باقي لحد الان كيتعذبوا وكيتحقروا. باقي لحد الان وليداتنا بالفلوس ديالهم وما قادرينش يدخلوا يتسوقوا من الاماكن اللي كاينه في سبته، من المتاجر اللي كاينه في سبته. ميركادونا حاطين العسكر في الباب، ممنوع شي واحد مغربي يدخل يتقدى. فين هي الانسانيه؟ فين هما الجمعيات اللي غادي يهضروا على هذا الشيء؟ فين هو الشعب المغربي اللي نهار كله ما كينبحوا علينا هنا في التليفونات وفي التيك توك وفي مواقع التواصل الاجتماعي؟ فينكم المغاربه؟ فين هي الرجوله ديالكم؟ فين هي النخوه ديال المغاربه؟ فين هي مخلين وليداتكم ومخلين الابناء ديالنا وما كاينش اللي يهضر عليهم؟ بفلوسهم وبرزقهم ساكن وكيموتوا بالجوع وما قادرينش يدخلوا انهم يشتريوا لانهم مغاربه. واش هذا ماشي ظلم؟ واش هذا ماشي حقره اللي شفنا؟ تصوروا لو كان هذا الشيء طرا عندنا حنا في بلادنا ودرنا هذا التعامل هذا، درنا مع الافارقه ولا مع الجزائريين ولا مع اخوان ديالنا التوانسه في البلاد ديالنا، كره العالم كله ناض علينا كيهضر، كره العالم كله جميع الجهات المعنيه والصحافه والاعلام كتهضر، وحنايا ساكتين كنشوفوا وليداتنا كيتحقروا كيموتوا بالجوع وبرزقهم باش يشريو ما قادرينش يشريو. تكلموا شويه وهضروا، وكفاكم شويه، كفاكم شويه ديال اش غنقول لكم، الغيره على الاولاد ديالكم ما عندكمش. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. كرهتونا كرهتونا كرهتونا.